السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناة ميلون أملون ميلون. اليوم راح أعطيكم أكثر من درس في الفوتوشوب. خلينا نقول البداية، التعريف بالبرنامج. راح ننفذ حاجات بسيطة كذا، مثلا يعني كاستخدام الكلمات المكتوبة باليد في الفوتوشوب، اللمعان مثلا، دمج الصور، مثل هذه الحاجات. راح نستخدم كل أداة، مثلا أداة القلم أو التموجات، كل شيء راح نستخدمه حسب الحاجة. نبدأ. هذه الواجهة الرئيسية في الفوتوشوب. هذه الأدوات الرئيسية، أهم الأدوات اللي موجودة في البرنامج. كل ما ضغطنا هنا على أداة بالرايت كليك تظهر لنا حاجات ثانية. تمام. هذه مثل ما قلنا راح نستخدمها وقت الحاجة. هنا القائمة الرئيسية، فايل، edit, image, layer, select, filter, analysis, 3D, view, window, help. تمام. وهنا نفس الشيء الأدوات الثانية، هذه نفس الشيء نستخدمها ونخصصها على حسب حاجتنا وعلى حسب ذوقنا وكذا، وممكن نكبر أو نصغر أي قسم من هذه الأقسام. تمام. layers, channel, path، هكذا الشاركتر والباراجراف والسوالف هذه. وهذه الستايلات، سواتشز، الكالرز، تدرجات الألوان وكذا. فلكل أداة من هذه الأدوات أهميتها. الحين نبدأ. طبعا البرنامج هذا مختلف جدا عن برامج الأوفيس اللي نستخدمها يعني وكذا. فأنت تبني صفحة على حسب ما تريد، الحجم اللي تريد. نقول نيو، بعدين نعطيه الحجم اللي نحن نريده. مثلا الحجم هذا، وليكن هذا الحجم. يعطيك resolution اللي هو الوضوح. الكلر مود ممكن نقول له CMYK على حسب حاجتنا. نفس الشيء راح تظهر لنا الصفحة. إذا ما عجبتنا سبحان الله هي كذا ولا كذا، ممكن نغير image، rotate. تمام. الأداة هذه التحديد العادي، أول أداة استخدمناها الحين هي مكتوب عليها موف تول، أداة النقل، لكن أنا أسميها التحديد العادي. يعني الماوس يكون على طبيعته. هنا نفس الشيء ظهر اللايرز، أول أداة اللي هي الخلفية البيضة هذه. فالحين راح نستخدم مثلا وليكن أداة القلم، التموج اللي يسميوها البين تول. هذه هي. تمام. نتأكد هنا انه حددنا هذه. لما يعني معناها لما ننتهي يكون بشكل مقفل. تمام. نتأكد ان الامور طيبة. هذه اوتو اد، اوتو ديليت. فنبدأ من خارج الصفحة، ضغطة واحدة بالماوس. بعدها نروح على اي مكان نريد، مثلا هنا، ونضغط ضغطة طويلة. نظل ضاغطين على الماوس الشكل اللي نريده. تمام. نفرض انه مثلا هذا مناسب حالنا. بعدها نروح مثلا الى هنا ونغير الشكل اللي نريد.
وبعدها مثلا إلى هنا. تمام. وبعدها نروح هنا وهنا، ضغطة واحدة فقط وليس ضغطة مستمرة إلى أن يلتقي الشكل. الأهم هو اللي داخل الصفحة كيف يكون. لاحظتوا كيف صار التموج هذا. الحين نفرض ان نريد نغير اللون، هذا اللون ما عجبنا. لاحظوا لما غيرت، شوفوا كيف الشكل صار جميل. الأداة هذه لما يتغير شكل الماوس في الزاوية معناه انه نريد نعمل الدوران هذا، فنغير على حسب الحاجة وش نريد. ممكن يكون كذا، بعدها نضغط انتر. تمام. لما نريد نغير اللون نجي على هذه اللاير او الطبقة او العنصر هذا، دبل كليك. بعدها نروح على gradient overlay، معناه تدرج gradient. لاحظوا كيف. فالحين نغير نضغط على هنا يعطينا اللون، دبل كليك على هذا اللون، نختار اللون اللي يعجبنا او التدرج اللي يعجبنا. وهنا نفس الشيء اللون الثاني، وليكن لون فاتح. تمام. اوكي. هذه ببساطة كيفية صناعة التموج. نجي على حركة حلوة، نعمل كنترول جي، معناها في الفوتوشوب كوبي وبيست في نفس الوقت، وننزلها شيئا بسيطا. بعدها نجي هنا opacity معناه شفافية، نغير نخففها نسحبها هكذا. تمام. لاحظوا ايش اللي يصير هنا تحت، يصير انه يتغير لون. تمام. نعكس الشكل هذا الى انه يظهر، نعطيه لمسة فنية اكثر، خروج عن المألوف شوية. هذا اول درس انتهى. مشكورين. نلتقي في حلقات اخرى ان شاء الله.